أهلا. البودكاست اسمه ندوب. بتكلم في البودكاست عن علم النفس وعن الفلسفة وعن الأدب. في الأغلب بتكلم عن الأعمال اللي مش واخدة نصيبها من الشهرة. يلا بينا. طيب النهاردة حلقة من الحلقات القصيرة برضو، هتكلم فيها عن فؤاد حداد. طيب أنا يمكن عرفت فؤاد حداد على كبر شوية. بالصدفة أنا كنت بتفرج على التلفزيون، وفي مذيع أنا عارفاه شكلا كويس جدا. وهو بيتكلم، كان بيتكلم عن فؤاد حداد، وطلع المذيع ده هو حفيد فؤاد حداد. فكان بيقول جملة كانت شعرية جدا لفتت نظري وعلقت في دماغي جدا. فؤاد حداد اتولد 30 أكتوبر 1927، وتوفى 1 نوفمبر 85. يعني نقدر نقول 30 أكتوبر 31 أكتوبر 1 نوفمبر كأنه هو عاش 3 أيام بس. فكان بيتكلم إن هو عاش يعني يومين أو 3 وغير فيهم وجه الشعر. فدي كانت جملة عجبتني جدا، يعني كانت لفتت نظري. والمذيع ده أصلا هو اسمه حسام حداد، ومش عارفة حصلت له مشكلة كده مع الأهلي، مبقاش بيطلع. بعد كده اكتشفت إن هو بيطلع في بين سبورت يعني. بس بغض النظر دلوقتي عن حسام حداد، احنا بنتكلم عن فؤاد حداد. أم، أنا عندي ليه كتاب اسمه أيام العجب والموت. شعر فؤاد عموما، الفكرة إن هو بالنسبة لي، وده رأيي الشخصي، بيبقى ماشي عادي عادي عادي، بعد كده يروح قنبلة كلام جبار، كده يرجع تاني عادي عادي عادي، بعد كده قنبلة أشد. فده بالنسبة لي فؤاد حداد. أم، ممكن أتكلم عن رقصة الفار، قصيدة رقصة الفار. بحبها له جدا. بيقول: ولا حد يفهم في الشجاعة زي الطاحونة الجعجعة. قال: انت أول خلق بتسيب السفينة. خاين؟ لأ. خايب؟ لأ. خايف؟ اه. دي كانت جبارة. جبارة، دي حتة من قصيدة رقصة الفار بتاعت فؤاد حداد. حبها جدا جدا جدا. حاساها في غاية الجمال. خاين، خايب، خايف. مش فاكرة المحسن البديعي ايه بالظبط، بس في محسن بديعي جميل قوي في الكلمات ان هم يبقوا على نفس الوزن. تقريبا كان اسمه جناس لو انا فاكرة من ثانوي صح. في غاية الجمال. ومش بس هو بيحط كلمات على نفس الوزن وخلاص، المعنى، السرد، ان يكون في قصة في الكلام نفسها، ويعرف يحط فيها حاجات على نفس الوزن. ده جمال وعظمة الشعر او الشعر اللي بجد. هجيب قطعة تانية برضو لفؤاد حداد من كتاب أيام العجب والموت. بيقول: وابتسامة كل واحد فينا ابتسامة من بطل مضطر، وإلا دافع فيها أفدح تمن، كان بيستعجل نهاية الشر، وإلا بيحاول صراع الزمن، في نفس واحد يقول ما أمر. دي عجبتني جدا جدا من أيام العجب والموت. والقصة اللي في أول كتاب أيام العجب والموت برضو جديرة إنها تتقري عنه. يعني الكتاب أصلا اللي هو بتاع مكتبة الأسرة أيام مهرجان القراءة للجميع، اشتريته من السور الأزبكية بالصدفة. فكان بيكتب إن أول أبيات أيام العجب والموت كان أول بيت شعر بيكتبه فؤاد حداد بعد انقطاع عن الشعر ده 4 سنين، لأن هو جاله دوخة. والدوخة دي كان بيحس بدوار كل ما ينزل الشارع لوحده. وأكدوا له الأطباء إن الدوخة دي حالة نفسية. ويحيى الرخاوي نفسه، أنا بقول الرخاوي يعني، أمره بالنزول للشارع وحده ومواجهة الدوخة، وألا ينحني كالعشب للريح. وأفلح العلاج، وضاعت الدوخة، وضاع الشعر معها، وبقيت الأدوية. بعد كده كذا حد من أصحابه مات. ف يعني طلع الديوان ده. دي قصة فؤاد حداد النهاردة. أتمنى تكون عجبتكم. يمكن الآخر حلقتين، الحلقة دي واللي فاتت، بتكلم فيها عن الشعر بس. مش هيبقى بس شعر، هقول كوتس، هقول اقتباسات، هقول كذا حاجة. دي حلقة النهاردة. سلام.